الاسطوره زين الدين زيدان كان حاضر في مباراه الجزائر والسودان، وازاي محرز وصل لنفس رصيد صلاح في الكام. الجزائر يا ابو الكباتن قدرت تكسب السودان بثلاثيه وبكل هدوء. في اول دقيقتين بس الجزائر قالت صباح الخير بسم الله كده جون عن طريق رياض محرز. بس المفاجاه اللي كانت في الماتش هو حارس مرمى المنتخب الجزائري. تخيل مين يا ابو الكباتن؟ الحارس لوكا زيدان. ايوه هو ابن الاسطوره زين الدين زيدان، وقرر ان هو يمثل المنتخب الجزائري بدل من المنتخب الفرنسي. وعلشان كده الاسطوره زين الدين زيدان كان حاضر علشان يساند ابنه. ونروح يا ابو الكباتن للصدمه بالنسبه للمنتخب السوداني في الدقيقه 39 طرد للسودان، والجزائر ما صدقت وقالت الفرصه جت. واكيد يا ابو الكباتن الطرد اثر على المنتخب السوداني اللي كتر خيرهم اصلا ان هم بيلعبوا كوره برغم كل الظروف الصعبه اللي بيعيشها اخواتنا هناك عندهم. علشان تيجي الدقيقه 61 يا ابو الكباتن والجزائر تسجل هدف عالمي. والله ما انا عارف يا ابو الكباتن تمدح الاسيست ولا تمدح الجول. طب الجزائر تسكت؟ لا طبعا. في الدقيقه 86 بيسجلوا الثالث. بس انا ابو الكباتن ملاحظ حاجه، سواء مغرب سواء تونس سواء جزائر او حتى السنغال كلهم ابو الكباتن بيكسبوا بهدوء وبثقه. انما احنا منتخب مصر بنكسب بس بنكسب بالضغط والسكر وكل امراض الدنيا.